أوف، لي فترة أشعر بإرهاق ما له سبب واضح، وركبتي تؤلمني بشكل غريب. مرحبا أيها الإنسان، يبدو أنك بحاجة لأن نتحدث أنا وأنت قليلا. من أنت؟ وكيف تتحدث معي؟ هل أصبت بالجنون؟ لا تقلق، لم تصب بالجنون. أنا فقط فيتامين دي، وأعتقد أنني أصبحت قليلا جدا في جسمك. فيتامين دي؟ وهل فيتامين له صوت؟ يضحك. ليس لدي صوت عادة، لكن عندما تبدأ معاناتك بسبب نقصي يمكنني أن أجعل نفسي مسموعا. دعنا نناقش الأمر. ما الأعراض التي تشعر بها؟ حسنا، أشعر بالتعب طوال الوقت، وآلام غريبة في ركبتي، وحتى عظامي أحيانا تبدو ضعيفة، وحتى مزاجي سيء أغلب الوقت. مجرد قلق بلا سبب. هذا منطقي للغاية. عندما تنخفض مستوياتي في جسمك يمكن أن تصبح العظام ضعيفة، لأنني أساعد جسمك في امتصاص الكالسيوم والفوسفور. نقصي يمكن أن يسبب آلام العظام، الإرهاق وانخفاض طاقتك، وحتى يؤثر على مزاجك. لكن لماذا حدث هذا؟ أشعر أنني كنت بخير قبل أشهر. ربما لم تتعرض لأشعة الشمس بشكل كاف الفترة الماضية. تذكر أنني أنتج في جسمك عندما تتعرض لأشعة UVB التي تأتي من الشمس. وأيضا نظامك الغذائي، هل يشمل الأطعمة الغنية ب مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض؟ لا، بالكاد أخرج تحت الشمس، وأغلب وجباتي سريعة ولا أفكر فيها. هذا هو السبب. للتعويض يمكنك تناول مكملات غذائية تحتوي علي، أو تغيير نمط حياتك ليشمل الأغذية الغنية ب والتعرض للشمس بشكل منتظم. حسنا، سأحرص على تناول السلمون في وجباتي القادمة، والخروج في الهواء الطلق. ولكن كيف أتحقق من مستوى فيتامين دي لدي؟ فقط اطلب من طبيبك إجراء تحليل دم بسيط، وسيمكنك معرفة مستوياتي. شكرا لك. فيتامين دي، يبدو أنك أكثر أهمية مما كنت أعتقد. ونحن الفيتامينات موجودون هنا لمساعدتك دائما. اعتني بصحتك، وسأنصحك بشيء أخير. لا تنسى أن الشمس صديق رائع، لكن احرص ألا تبالغ في البقاء تحتها.